السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ في يوم من الأيام كان عم فكرون في غرفته يصنع ويهتم بتنظيف الغرفة من النشارة، ثم خرج ليرمي النشارة في القمامة، فإذا به يلتقي الدب صدفة مدير المدرسة القرية، فسأله الدب المدير، قال له: يا عم فكرون، إن أستاذ التاريخ القنفذ فقد أخذ التقاعد، فهل لك أن تدرس أبناء القرية مادة التاريخ؟ قال له عم فكرون الذي لا يعرف التراجع في المغامرات، قال له: نعم أكيد، أنا هنا موجود، وزيادة الخير خيرين. فقال له: تمهل تمهل عم فكرون، لابد أن أمتحنك. فقال له عم فكرون: نعم. واتفقا، فاستدعاه إلى المدرسة. ذهب عم فكرون بمحفظته، ذهب في الصباح الباكر فأعطاه تمرينا الدب، قال له: هيا احكي لنا أحداث التاريخ. قال له: اروي لي أحداثا تاريخية حتى أرى إن كانت لديك الكفاءة لتعليم أبناء القرية. وبدأ عم فكرون يروي له قصة وحكاية من عبق التاريخ الماضي. قال له: في يوم من الأيام كان فأر يتسكع في الطرقات، فمر ذات يوم بمنزل أين كان يقطن القط مستريحا معافا يأكل مع صاحبة البيت ويصطاد الفئران والحمام وينظف البيت، يساعد المرأة العدو. فدخل الفأر جيري إلى ذلك البيت وبدأ يجلب المتاعب للقطة. ساعة يدخل إلى الثلاجة فيفرغ الثلاجة، يأكل الجبن وقطع الحلوى، ثم صاحبة البيت تلومه وتضربه وتلومه وتخرجه من البيت، ثم يعود توم ويضع له الفأر جيري قطة فيكسر توم
الزجاجة النافذة، وساعة يكسر كأسا، ومرة مزهرية، ثم تلوم صاحبة البيت وهكذا. وكان الجد الأكبر فكرون الجد الأول كان هناك يراقب من النافذة، ولقد وثق القصة وهي موجودة في تاريخ القصص. فقال له الدب: أحسنت يا عم فكرون، هذه قصة تاريخية، واصل. وقال له قصة أخرى عم فكرون، قال له: في يوم من الأيام كان ذئب في الغابة، وكانت عنزة تسكن في الوادي، ولها عنزتان، فكانت تخبرهما أن لا تفتح الباب للغرباء حتى أريكم قدمي من تحت الباب، وتذهب لتجمع لهم الأكل والعشب، وتأتي به في المساء وتطعم أبنائها. هكذا كانت تعطيهم الدروس لعنزاتها لكي لا يأكلهم الذئب، ولكن الذئب الماكر الذكي قام بوضع الصبغة البيضاء في قدمه، وراقب الأم حتى ذهبت وغادرت من البيت، فذهب إلى بيت العنزات، قام بطرق الباب، ثم قال له: أنا أمكم يا عنزات، هيا افتحوا لأمكم، لقد أتيت لكم بالعشب الكثير. فقالت لها إحدى العنزات: أظهري لنا قدمك من تحت الباب. فأظهر الذئب قدمه، وإذا بها بيضاء كقدم أمهما. وفتحت العنزات للذئب فهاجمهما ووضعهما في كيس، وذهب به ليكون إلى كهفه. ورجعت في المساء الأم فلم تجد أبنائها، عرفت الذئب ومكره، ذهبت إليه وإذا بها تناظر الذئب وتهاجمه وتعاركه وتقول له: أنا العنزة ذات القرون الذهبية، هيا أخرج لي أيها الذئب. فخاف الذئب من صوت الأم وشجاعتها وقرونها الذهبية، فخرج وقال لها: ماذا تريدين يا عنزتي؟ نحن جيران ونحن نعرف بعضنا البعض، فأبناؤك كانوا يلعبون وقد أتيت بهم إلى الكهف حتى تأتين إليهم، لقد تاهوا في الغابة. وخاف الذئب وصارعته الأم، ضربته بقرنها، ثم هرب الذئب وأخرج أبنائها من الكهف وعادت بهم إلى البيت. وكان هناك الفكرون اليد الأكبر، الفكرون الأول، كان هناك في بيته في الشجرة يراقب الحادثة ووثقها كذلك، وهي من التاريخ الموجود في القصص. فقال له الدب: أحسنت يا عم فكرون، هذه قصة أخرى. فقال له عم فكرون: أزيدك قصة. قال له: في يوم من الأيام
كان أسد ملك الغابة ظلوم جهول غضوب شرس يظلم الحيوان، يشتكون ولكن يخافون لا يتكلمون. فقالت لهم إحدى الأرانب، كانت ذكية، قصة الأسد والأرنب. أرنوبة قالت لهم أنا سآتيكم بالأسد، سوف أخلصكم من ظلمه. فذهبت في ذات اليوم، وكان الأسد كل يوم يذهب له فريسة بقدميها إليه ليأكلها في الصباح وأخرى في الليل في العشاء، مرة عنزة ومرة خروفة ومرة أرنب ومرة، وكل يوم هكذا يهدونه حتى يشبع الأسد. فذهبت متأخرة واشتاط وزئر وهاج وماج الأسد، كيف تأتينني هذه الساعة وهل تكفيني أرنبة واحدة؟ فقال له كنت قادمة أنا وأختي الأرنوبة، وقد سرق الأسد الفريسة. قال له هل يوجد أسد غيري؟ قال له نعم، إنه أسد يدعي أنه الملك، فأخذها وقد أتيت إليه. قال لها أين هذا الأسد؟ فذهبت به إلى البئر، وقالت له إنه في الجب، سرق مني الفريسة وهو يعيش في البئر. قال لها الأسد أريني أين هذا الأسد، سوف ألتهمه وأحصل على فريستي. فذهب الأسد الظلوم الجهول وهو قوي ضخم، ذهب وهو يميل ذات اليمين وذات الشمال، وطل من الجب فإذا الجب مليء بالماء، وطلت الأرنوبة وطل الأسد وإذا بصورتهما تقع على الماء. فقالت له الأرنوبة ها هو ذا الأسد ومعه فريسة، هيا التقطها. فهاجم الأسد سقط في البئر وغرق، وابتهجت الغابة وفرح حيوانات الغابة بما صنع الأرنب. وهكذا عاشت الغابة أين كان يسكن الجد الأكبر فكرون الغابة، وقد وثقها في التاريخ وهي موجودة في الكتاب. قال له نعم لقد نجحت في الامتحان، ولك أن تدرس الأطفال مادة التاريخ. وهكذا حصل عم خضر على مهنة، وسوف يدرس مادة التاريخ في المدرسة. هنيئا لعم فقرون. في المرة القادمة سنرى أين سيذهب عم فقرون. هل يواصل التدريس؟ هل يذهب إلى ورشته؟ أم يغير مهنته؟ كالعادة. إلى اللقاء.